أدلى جامبييرو غاسبريني مدرب نادي روما الإيطالي بتصريحات هامة حول الحالة البدنية والذهنية للدولي المغربي نائل العيناوي، وسلط الضوء على التحديات التي يواجهها اللاعبون بعد المشاركة في المسابقات القارية الكبرى. وأوضح غاسبريني خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة أن تراجع المستوى الذي يظهره العيناوي حالياً يعد ظاهرة طبيعية ومتكررة لدى الكثير من المحترفين في البطولات الأوروبية عقب العودة من منافسات كأس إفريقيا، وذلك نتيجة لضغط المباريات العالي والجهد البدني المبذول في القارة السمراء. وطمأن المدرب الإيطالي الجماهير بشأن وضعية النجم المغربي الشاب، وأكد أن الأمر لا يدعو للقلق بأي حال من الأحوال، ويتطلب فقط منح اللاعب الوقت الكافي لاستعادة توازنه المعتاد تدريجياً. وأشار غاسبريني إلى أن العيناوي يظل عنصراً موثوقاً ومميزاً في تشكيلته، كما أعرب عن ثقته الكاملة في إمكانياته التقنية العالية وقدرته على العودة سريعاً لتقديم الإضافة القوية في خط وسط الفريق، حيث دعا الجميع للتحلي بالصبر خلال هذه المرحلة الانتقالية. وتأتي هذه المساندة العلنية من المدرب في وقت يسعى فيه العيناوي لاستعادة توهجه الذي ظهر به مع المنتخب المغربي قبل نحو 3 أشهر، حينما برز كأحد الوجوه الشابة اللامعة في كان المغرب 2025.